راية البلاد النجمة والهلال مرفوعة في الصين في الألعاب العالمية. محليه النشيد الوطني وقت يعزف في المحافل الدولية، وذلك بفضل منافسات الفردي من طرف منى الباجي في الكرة الحديدية، ومنافسات الزوجي في الكرة الحديدية من طرف محمد خالد بوقريبة ومنى الباجي. تتويج بالميدالية الذهبية في الصنف الفردي وفي الصنف الزوجي خلى النشيد الوطني يتعزف مرتين. قبل ما نحكيه على التتويج هذا والزوز ميداليات ذهبية، إذا مش عامل متابعة على الصفحة متاعي أمير ليجون في سعيجة أعمل متابعة باش يوصلك أخبار الكرة والرياضة بصفة عامة. والله محلاه النشيد الوطني. تونس ديما ولادة في مختلف الأصناف بعد أحمد الجوادي، ودربوا البلاد اللي تعزف في بطولة العالم للسباحة المرة هذه في الألعاب العالمية في الصين في منافسات الكرة الحديدية في الصنف الفردي. منى الباجي تتوج بالميدالية الذهبية، بينما الثنائي الزوجي في منافسات الكرة الحديدية بقيادة محمد خالد بوقريبة ومنى الباجي يتوجان بالميدالية الذهبية بعد الفوز على الزوجي من تايلاندا في النهائي بنتيجة 10-9. مبروك لتونس هذا التتويج، ومحلاه الدراب تونس وقت ترفع في مختلف المحافل الدولية. وتحية تونس.